التزم حزب العدالة والتنمية الصمت أمام اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، وكذلك دعوة الملك محمد السادس نتنياهو إلى زيارة المغرب، بحيث صرح الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران لهسبريس بالقول إنه أصدر قرار مبدئيا بألا يتحدث عن هذا الموضوع بلا الصفة الرسمية، قائلا: موقفنا هو الصمت. وإذا اختار بن كيران الصمت، فإن القيادي بالBGD عبد العزيز أفتاتي اعتبر أن موقف الحزب لم يتغير قط بخصوص الرفض التام بأن يصافح المغرب يدا ملطخة بدماء شعب بأكمله وهو الكيان الصهيوني، مضيفا أن هذا الموقف الأخير يشوش على ثورة المغرب داخل الجهة لفلسطينيت وداخل العديد من الشعوب العربيت بما فيها للشعب المغربي، وكذلك داخل المحافل التقليدية لمناهضة للصهاينة وللعناصريت التي تتذكر أن المغرب شارك ميداني في القرن السابق لتحرير فلسطين. وشدد أفتاني على أن هذا الموقف الذي اتخذه المغرب لا يخدم مواجهة التوسع الصهيوني ورغبته في الهيمنة من البحر إلى البحر، وسيعد هذا الموقف تراجعا حقيقيا، لأن مقايضة الصحراء المغربية باستئناف العلاقات مع إسرائيل أمر معيب في حق المغرب وصورتها، لكون للصحراء مغربية بقوة للشرعية للتاريخية والقانونية، بينما الاحتلال الإسرائيلي لم يكفي منذ أزيد من 50 سنة عن تدمير وتشريد للشعب الفلسطيني واحتلال أراضيها حتى جعل منها الشعب يعيش بلا دولة، والاستيطان لما زال ما استمر والقتل لما يتوقف حتى الآن. أوضح القيادي في الBGD أن عدم إصدار الحزب أي بيان أو تصريح رسمي في هذا الجانب لا يعني تراجعا عن الموقف، لكوننا سنظل متمسكين بطرح القضية الفلسطينية حتى زوال الاحتلال، لينعم الشعب الفلسطيني بحريتها على أراضيها، مع لنا أن المغرب قوي بصحرائها وبطرحه المتقدم في هذا الجانب، لكن لا يمكن لنا كأفراد وكحزب أن نطمئن لكيان صهيوني غير جدير بلا الثقة بلا مطلق، لأننا رأينا بلا الصورة ولا الصوت ما يقوم به، لذلك هو غير حاصل على المشروعية ومفتقر لها لكي يدعم مشروعية المغرب في الصحراء. وحين عرضت جريدة هسبريس محتوى تصريح أفتاتي على الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، رفض التعليق، مكتفيا بالقول إن أفتاتي لا يلزم الحزب حتى لو تحدث باسمه، وإنما مواقفه تلزمه هو وحده، وهو ليس قياديا وإنما عضو مضي في. أكرر القول إن الحزب لا يتحدث في هذا الموضوع ولا يريد أن يقدم أي أسباب، وليس لدينا أي مواقف نعلن عنه حاليا. من جانبه قال بلال تليدي محلل سياسي عضو حزب العدالة والتنمية إن هذا الموقف الذي يتأرجح بين الصمت الرسمي للحزب وبين تصريحات لمناضلين تعكس الموقف المبدئي للحزب يرجع بالأساس إلى التعقيد الذي يحيط بهذا الملف، وإلى طبيعة الثوابت التي تحكم عقل الإسلاميين في تعاملهما مع قضية التطبيع، موضح أنهم على مدى عقود ظلت حكمهما 3 ثوابت، أولها اعتبر القضية لفلسطينيت قضية وجودية، وحلها لمكنة ثورها من غير الجهاد، وثنيها متعلقة بدعم الفصائل لفلسطينيت لمقاومة في الميدان، وثالثها رفض للتطبيع فيكل مستوياته. وأضاف تليدي في تصريح الهسبريس أن ما يجري اليوم جعل العقل السياسي الإسلامي مضطربا، بحكم أن الممارسة من داخل الدولة أصبحت تستلزم التمييز بين مستويين، المستوى الشعبي والمستوى الرسمي الخاص بالدولة وإدارتها لسياساتها الخارجية، مشدد علي أن الأوضاع تجعل من للصعوبة بما كان أن يبدي حزب العدالة والتنمية موقف من للناحية الرسمية، لأن هذه القضية ترتبط بموقف للدولة وبموقف لملك محمد السادس شخصيا الذي يدير هذا الملف، وباعتباره مرتبط أساس بقضية للصحراء المغربية التي هي ثلث للثوابت الوطنية. وذكر المحلل السياسي ذاته أن توقيع الحزب على اتفاق التطبيع بواسطة رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني يزيد ارتباك الحزب، ومن ثم لا يستطيع أن يكون في موقف المعارضة في الوقت الحالي، ولو أنه في الشهور السابقة حاول أن يحيي موقفه المبدئي الرافض للتطبيع
مبرزا أن الصمت يعني تفادي الصدام مع الدولة، لكون الموضوع مرتبط بالسياسات الخارجية للدولة وفق معادلة دقيقة. وهذه الاعتبارات تبرر موقف الحزب، بما أن التعبير عن الموقف سيجعل الحزب في موقف حرج. أريد هذا المقال بصيغة أخرى.